ممكن تعيش جنب حد سنين، تاكل معاه عيش وملح، وتشوفه إنسان غلبان وفي حاله وبتاع شغله بس، لكن ورا الوش الهادي ده في كمية سواد مرعبة. النهاردة احنا مش بنحكي عن فيلم رعب، احنا بنحكي عن حكاية حصلت في قلب مدينة زفتة في الغربية. حكاية عبد ربه موسى أو محمد كفتة، الجزار اللي كان بيقطع اللحمة في شغل الصبح في محل الجزارة بتاعته، وبالليل كان بيقطع في جثث الستات بدم بارد. ازاي طفل عنده 9 سنين يتحول لماكينة قتل؟ وايه اللي شافه وهو صغير خلاه يكره صنف الستات تما ويمثل بجثثهم؟ جهز قهوتك وركز معايا، لأن اللي هتسمعه دلوقتي ده حكاية شيطان في صورة بني آدم. الحكاية بدأت سنة 1988. عبد ربه كان طفل عادي لحد ما في يوم حياته اتشقلبت. عبد ربه بيقول في التحقيقات انه شاف امه وهو عنده 9 سنين في وضع مخل مع حد قريبهم. المشهد ده كان مسمار في نعش براءته. الطفل ده اتملى غل وكره للستات كلهم، شاف ان الخيانة هي الاصل. الاغرب بقى انه وهو عنده 9 سنين عمل اول جريمة في حياته. تخيل، كان بيلعب مع طفلة رضيعة بنت حد من الجيران، وفجأة وبدون اي مقدمات مسك رقبتها وخنقها لحد ما طلعت في الروح. الغريب بقى ان امه لما عرفت بدل ما توديه لدكتور نفسي ضربته وزعقت له كأنه عمل حاجة عادية او غلط غلطة بسيطة. ومن هنا عبد ربه اتعلم درسين. الدرس الاول هو ان القتل سهل، والدرس التاني هو ان الستات بما فيهم امه رمز للألم والضرب. عبد ربه بيقول في التحقيقات انه من يوم ما شاف امه في الوضع المخل ده ما كانش بيقدر ينام غير كل يوم وهو بيتخيل المشهد اللي شافه بعينه. الغل كبر معاه، وبدل ما يلعب بالكورة مع اصحابه في الشارع بقى بيقعد في الركن يراقب الستات، يراقب مشيتهم، ضحكهم، وجواه حاجة واحدة بس: كلهم خاينين وكلهم يستحقوا النهاية. السنين دي ما كانتش فترة وبتعدي، السنين دي كانت فترة تخمير للشيطان اللي جواه. وبدأ يتدرب في محل جزارة وهو مراهق في سن 17 سنة، وكأنه بيجهز ايده للوقت اللي هيتعامل فيه مع لحم من نوع تاني. السنين بتمر وعبد ربه اتعلم مهنة الجزارة وبقى شيف في فندق محترم. كان نضيف في لبسه وشاطر في ايده وبيتعامل مع زمايله بطريقة محترمة جدا. وسنة 2011 عبد ربه قرر يتجوز عشان يداري على حياته التانية. كان زير نساء، بيعرف ستات من كل شكل ولون، وبدأ يغرق في الليالي الحمراء مع فتيات الليل. وفي وسط السهرات دي اتعرف على واحدة كانت المحرك الرئيسي لكل اللي جاي. فتاة ليل شافها قدام الفندق اللي كان شغال فيه، نظرة في كلمة، لحد ما بقت عشيقة لمدة 7 سنين قدام. مراته بدأت تحس ان في خيانة بتحصل، رسائل غريبة ومكالمات في نص الليل، فبدأت تفتش في موبايله، وبقت الخناقات بتحصل كل يوم. وفي ليلة مشؤومة سنة 2011 واجهته بالخيانة وقالت له انها عرفت طريق البنت اللي بيكلمها. عبد ربه هنا ما سمعش صوت مراته، هو سمع صوت الزن اللي كان بيكرهه. كان بيكره زن الستات جدا، وفي لحظة شيطانية هجم عليها وخنقها بإيده. وللأسف مراته كانت ضعيفة وما قدرتش تقاومه لحد ما خلاها جثة هامدة. ولأن عبد ربه كان فنان في التعامل مع الأجساد خنقها بطريقة ما تسيبش آثار واضحة، ونادى على مفتش الصحة وبكل ثقة قال له: يا دكتور دي كانت مريضة سكر وجالها غيبوبة. للأسف الدكتور صدق وطلع لها تصريح دفن، وعبد ربه مشي في جنازة مراته وهو شايل نعشها والناس بتواسي فيه.
عبد ربه ما كانش مجرد بيقتل اللي بيقابله، ده كان قاتل صبور جدا. كان بيدخل على جروبات الفيسبوك ويتعرف على الستات، ممكن يقعد بالشهر والشهرين في التعارف، يفرش لها الأرض رمل ويسمعها كلام حب ويفهمهم إنه الشيف الغني اللي هيخرجهم من الفقر. كان بيتلذذ في مرحلة تحضير الضحية أكتر من القتل نفسه. تخيل وهو قاعد في بيته وسط ولاده وهو بيتعشى معاهم وماسك الموبايل بإيده التانية وبيرسم طريق موت لواحدة تانية خالص. الانفصام في الشخصية ده هو اللي خلاه سفاح مرعب، قدر يعيش حياتين كاملين لمدة 13 سنة من غير ما حد ياخد باله. بعد الجريمة دي عبد ربه حس ان هو إله، اتجوز تاني وخلف ولد و3 بنات، وكان بيمثل دور الأب المثالي. لكن من سنة 2020 لسنة 2024 السعار اللي جواه زاد، فبدأ يستدرك ستات أكتر وأكتر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. كان عنده شقة تحت الإنشاء في كفر إسماعيل، ودي كانت السلخانة بتاعته. يوهم الضحية بالحب أو الفلوس ويقضي معاها ليلة حمرة في الشقة إياها، وبعدها يخلص عليها. عبد ربه اعترف إنه قتل 4 ستات بنفس الطريقة، ده غير مراته. كان قاتل متسلسل محترف، كان بيستمتع وهو بيقطع الجثث ل5 قطع ويحط كل جزء في شوال دقيق ويربطهم بطريقة محكمة عشان الدم ما يسربش. وفي سنة 2024 رجعت له عشيقته القديمة وقالت له أنا مش عايزة جواز، أنا عايزة أشوفك بس. ووافق عبد ربه وأخدها للشقة إياها وقضى معاها الليل كله. بس بعد ما نامت قعد يفكر، هي عارفة عني حاجات كتير جدا وأكيد هترجع للزن على الجواز، وساعتها حياتي المستقرة هتبوظ. مسك الإشارب بتاعها وخنقها، بس المرة دي الست ما كانتش زي مراته ضعيفة، كانت قوية وقاومته، ودماغها اتخبطت في الحيطة وهو بيحاول يخنقها لحد ما بقت جثة هامدة. قعد جنبها ساعتين بيفكر، مش ندمان، بيفكر ازاي هيخلص من الجثة دي. نزل جاب عدته، سكاكين والسواطير بتاعته اللي كان بيستخدمها في التمثيل والقتل. وبعد ما قطع الجثة استلف موتوسيكل من واحد صاحبه وبدأ يرميهم في الترع على كذا يوم. عبد ربه وهو بيتعامل مع الجثة هو ما كانش بيتعامل بطريقة عشوائية، هو كان جزار محترف، عارف بالظبط فين يقدر يفصل المفاصل عن بعضها، وعارف ضربة السطور بتكون فين. الأغرب من القتل هو حكايته مع الانتحار. السفاح اللي استهون بأرواح 5 ستات كان خايف على روحه. لما حاول ينتحر على الطريق السريع كان بيمثل دور الضحية قدام نفسه. تخيل معايا المشهد ده، راجل واقف في نص طريق سريع والعربيات جاية بسرعة رهيبة جدا، اتسبب في حادثة كبيرة جدا والعربيات خبطت في بعض لدرجة ان في ناس تانية ماتت واتصابت وهو طلع منها سليم. كأن القدر بيقوله ان حسابك لسه ما خلصش ولسه ما جاش وقته. عبد ربه كان بيحاول يهرب من وشوش ضحاياه اللي كان بيشوفهم في احلامه، لكن القدر كان ليه رأي تاني. شوال من الأشولة اللي رماهم في الترعة طفى فوق المية، وبالصدفة فلاح شاف اللي جواه وبلغ المباحث والدنيا اتقلبت. المباحث عرفت هوية الضحية من تحليل DNA وتتبعوا ماركة الشوال ومنين بيتجاب، وناس شهدت انهم شافوا عبد ربه بالليل ماشي بالموتوسيكل ومعاه شوال. المباحث راحت تقبض عليه والناس في البلد كانت بتدافع عنه، يا جماعة ده راجل محترم وبتاع ربنا، اكيد في سوء تفاهم. لكن اول ما عبد ربه دخل غرفة التحقيقات وضيقوا عليه الخناق انهار واعترف بكل حاجة، مش بس بالجريمة دي، ده حكى تاريخه من وهو عنده 9 سنين. في 10 نوفمبر 2024 عبد ربه وقف قدام المحكمة، محاميه حاول يقول انه مجنون ومريض نفسي، بس الحقيقة ان عبد ربه كان واعي جدا، كان مدرك بكل اللي بيعمله،
كان بيخطط وينفذ بدم بارد. الحكم بالإعدام ما كانش مجرد عقاب لواحد قتل، ده كان تطهير للمجتمع من كابوس عاش وسطهم سنين كتير.